القضايا والاحداث هنناقشها مع ضيوف حلقتنا النهارده الكابتن اينو نجم النادي المصري السابق ونائب رئيس منطقه حلوان لكره القدم. اهلا بيك معنا يا كابتن. اهلا. الحمد لله على السلامه ومنورنا. فرصه سعيده وزادني شرف ان انا موجود هنا في قناتي المحبوبه القناه الرابعه. الله يخليك يا فندم. ومعانا الصحفي الاستاذ طارق هاشم رئيس تحرير جريده جمهور بورسعيد. اهلا بيك معنا يا استاذ طارق. اهلا بيك، وانا بشكرك على المقدمه اللي انت قلتيها في البدايه، لان فعلا احنا عايزين نعرف كل الناس وكل المشاهدين في بورسعيد او غير بورسعيد، اسماعيليه، السويس، اي مكان، ان فعلا هنا المنبر لكل الناس مش لحد معين. يعني هذا المنبر لكل يعني للجميع، مش مقصود على حد. وانت بصراحه يعني قلت كلام مهم جدا وانا بشكرك عليه بصراحه. يعني شكرا ليك يا استاذ طارق، شكرا ليك. بنتذكر مع مشاهدينا بعض اهداف النادي المصري وارجعوا لنا. أمام العرض مسعد نور يجيب الجول الأول للنادي المصري بعد مضي حوالي 11 دقيقة. وبيشوط في الجول، وكورة حلوة، كورة حلوة جوه الجول، كورة حلوة قوي 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 جوه الجول. جول التعادل يجيبه مصطفى ابو الدهب، كورة حلوة جدا جدا. اينو خدع شوبير فيها، عمل انه هيلعبها بره وشاطها، كان شوبير طالع خارج الجول، فتشاط يا دوبك يلحقها وتصلح لمصطفى ابو الدهب في الدقيقة 32. والفاول اتلعب طويلة حلوة وعلى طول واتشاطت جامدة وتخش الجول الأولاني للنادي المصري اللي يجيبه اينو، جول التعادل. ورجعنا لكم مشاهدينا، ودي كانت ذكريات جميلة الكابتن اينو، يعني أكيد فكرتك بأيام جميلة يا كابتن، مش كده؟ اكيد احسن اجمل سنين عمري قضيتها في الملاعب في بورسعيد، لان العمر عامه ما بيتحسبش بعدد السنين، بيتحسب باللحظات الحلوه. وعشت اجمل ايام حياتي في بورسعيد، كانت ايام جميله جدا، صعب انها تتنسي لان ده تاريخ يعني وكده. صعبان عليك اللي بيحصل دلوقتي للنادي المصري؟ اكيد اهم حاجه علاقه الحب او العشق اللي بتبقى بين اللاعب وبين جماهيره، او بين جمهور مصر عامه يعني. لكن خاصه جماهيره، يعني الحمد لله الواحد لعب فتره كبيره النادي المصري ومنتخب مصر، الحمد لله جماهير مصر كلها عامه وجماهير بورسعيد خاصه بتحبني، لان انا الحمد لله ما اذيتش حد، ما شتمتش حد، ما ضربتش حد، ما زعلتش حد. فدي كانت سمه جيل الثمانينات، هو الحب والروح الرياضيه بين اللاعبين كلهم. يعني كل اللاعبين اصدقائي في الاهلي، في الزمالك، في الاسماعيلي، في اسكندريه، في اي مكان كنا كلنا في المنتخب او كده كنا بنحب بعض. ولكن طبعا عصر السرعه والظروف اختلفت، فهي دي بس اللي بتخلي المشاحنات والحاجات دي. لا، لازم انا اقف جنب زميلي لاعب الاسماعيلي او جنب زميلي لاعب النادي الاهلي، حتى لو فرض ان بيقال لو لفظ كده، لا لازم الناس تحييه. كانت دي سمه اساسيه. فنتمنى انها تعود سمه الروح الرياضيه والحب اللي كان بيجمع اللعيبه داخل النادي الواحد او داخل الفريق كله المنتخب. فدي كانت بتبقى روح صعب انها تتكرر، لكن احنا بنتمنى انها تتكرر. النادي المصري وما يمر به حاليا، يعني الازمه اللي بيمر بيها ربما يعني وصفها البعض انها ممكن تكون الاشد والاقوى يعني في تاريخه. شايف ان المحنه اللي بيمر بيها النادي هل يستحقها، وكيفيه الخروج منها في تصورك؟ بصراحه يعني لا يستحق. مش دفاعا علشان انا كنت لعيب في النادي المصري او حاجه، ده غرر ببعض جماهير النادي المصري، وده بالبلدي كده كان كمين او كان فخ، وكان الفخ ده معلومات ان كان الفخ ده ممكن يبقى في ماتش اهلي وزمالك، كان يبقى الضحايا اكتر من كده بكتير. صحيح. ولكن هم قالوا ان النادي الاهلي هيكسب في بورسعيد، فجمهور المصري ده التخطيط، جمهور مصر هيبقى متضايق، فاحنا نعمل المشكله دي في بورسعيد. لما جه النادي المصري كسب بالظبط،
الموضوع منتهي. يعني فرقه كسبانه ازاي نضرب او ازاي؟ ف برضه المخطط مشي. وسمعنا ان في يعني حتى من شهود اللي في القضيه اللي بيتسمع لهم دلوقتي ان في من رجال الامن اللي فتح الباب وقال لهم شوفوا بقى مين الحقوا اللي قالوا عليكم مش رجاله ومش عارف ايه. يعني ده بيتقال دلوقتي. يعني بصي اقول لحضرتك على حاجه بامانه، ده تخطيط. يعني انا باكد بس على وجهه نظر حضرتك انه كمين يعني كمان، وده تخطيط ولما ما كانش هيتم لا يعني كان هيتم في المصري، في اسماعيليه، في استاد القاهره كان هيتم، وفي المحله كان هيتم، لكن فشل. ولكن ده مخطط، ومخطط عالي قوي. وكمين اتنصب في بورسعيد. انا كل يقين ان جمهور نادي مصر ما يعملش كده. واللي عمل كده، ما هو في واحد جه في ميدان التحرير وقال انا بعت مصر ب 50 جنيه. هل يبقى ده مصر ده المصريين؟ لا، ده فرد. صحيح. وفرد ضعيف النفس بالظبط. اتعمل كده في بورسعيد. بس من بعض افراد قله لا يتعدوا عدد الصوابع، ولكن دي قله مأجوره. والقله دي احنا كلنا بنستنكرها. ولسه برضو يعني التحقيقات والمحاكمات شغاله. يعني هل هم بورسعيديه حقيقي، ولا زي ما سمعنا برضو ان بلطجيه مأجورين من بلاد اخرى كمان؟ يعني ده لسه ده هنعرفه. يعني حضرتك ده مصري في النهايه، بورسعيدي او اسماعيلاوي او اهلاوي، ده مصري. ولازم يبقى في قصاص عادل، لان دي ارواح شهداء، ودي الناس اللي ماتت دي ولاد ناس. وكلنا لا نقبل سواء. يعني انا كنت النهارده في بورسعيد بامانه، الناس هتتجنن. صحيح. ان دول مش مننا، دول جم منين؟ يعني انت عارفه لو مثلا اينو عمل كده الناس كلها تروح تجيبه من بيت. أيوة. مش هقول لك متاسف، يعني بحكم معاشرتي للبورسعيديه بامانه، البورسعيديه لو عرفوا ان اينو عمل كده هياكلوه باسنانهم، مش هيستنى قضاء. بالظبط. ولكن ده كمين واتنصب في بورسعيد، والمخطط نجح في بورسعيد عشان يضر، وضر النهارده بمصالح مصر كلها، اولها نادي الاهلي، اولها منتخب مصر. بالزبط. يعني الكمين النهارده اللعيبه دي، متاسف يعني سوري في اللفظ، اللعيبه دي كل اللعيبه بتشتغل ايه؟ ما بتشتغلش حاجه، شغلتها لعيبه كوره. فالنهارده ما ده ما بيلعبش كوره يبقى ايه؟ سوري يعني يبقى صايع. مفيش. يعني النهارده الرياضه دي انا بهتم بابني، مش شرط انه يبقى معتز انه لاعب الاهلي او لاعب المصري او لاعب الزمالك، لا، انا بهتم بابني ان الرياضه دي تمنعه عن حاجات سيئه كتير. بالظبط. ان انا الاعب ابني رياضه يلاقي نفسه في حاجه يخرج فيها الكبت اللي عنده، الطاقه اللي عنده، الحاجات الوحشه تطلع. بالتالي بيفضل ما واحد يتخانق مع واحد او واحد يشتم واحد، يقول له خليك رياضي. يعني الرياضي ده على مستوى عالي وسلوك عالي. فالنهارده الكمين ده اتنصب في بورسعيد. الناس النهارده لغايه النهارده، انا كنت قاعد في بورسعيد، الناس هتتجنن لانها مش عارفه مين. يعني كنت قاعد مع مثلا الاستاذ شريف شدوي، قاعد مجلس اداره مجلس سابق، الناس كلها هتتجنن. يعني الناس اما تقعدي تسمعي الحكايات، يعني احنا قعدنا ناخدها بامانه كده بالتفصيل سنه. حاجه الناس دي اللي نزلت كلها نازله تتفرج. النهارده حصلت مفاجاه غريبه جدا كمان. ايه يا استاذ طارق؟ يعني النهارده حصلت مفاجاه. يعني وصلني برضو معلومات من احد المحامين ان في احد الشهود اللي هو شهد في النيابه بالظبط ضد مجموعه من جرين ايجلز الالتراس، اللي هو قال في النيابه في التحقيقات الاولى اللي هو في ناس اترمت وفي ناس النهارده نفى كل الكلام ده قدام المحكمه. ده نازل الخبر ده في اليوم السابع اعتقد. النهارده بالظبط. النهارده نفى كل الكلام ده، قال لك انا كنت خايف بعد من النيابه، بعد حلف اليمين. قال لك انا كنت خايف من النيابه وانا كنت خايف والدنيا اتقلبت. ويعني انا كنت عند حضرتك هنا في هذا المكان وقلت لك في البدايه ان في مفاجآت في القضيه دي. صحيح. القضيه دي فيها مفاجآت كتيره جدا. وقلت لك برضه وانا في نفس المكان هنا ان اللي هم كابتن اينو الطبيب الشرعي اللي هو كبير الاطباء الشرعيين نفى كل الاسلحه اللي كانت موجوده اللي كانت ظهرتها القنوات الفضائيه. ايوه. ونفى كل اللي قال لك لا في اسلحه ولا في ضرب نار ولا في سلاح ابيض ولا في سيوف. كان استاذ اشرف العزبي المحامي على المتهمين كان معانا واكد ده ان ده. وكان في الاستاذ صفوت عبد المجيد برضه نقيب المحامين. وكان في مجموعه كبيره من المحامين. الكلام ده كله هيظهر في الايام اللي جايه، لان النهارده انت قدام خلاص قدام محكمه يا كابتن اينو، ما انتش قدام نيابه. في قدام نيابه بيبقوا خايفين ساعات من التحقيقات. في ناس كتيره جدا هتشهد الحق لان انت بتحلف يمين الله. احنا عاذرين الاخوه اللي توفوا دولت، احنا عاذرينهم وعاذرين اهاليهم وعاذرين، لان مهما كان برضه في نفس المكان قلت لحضرتك دول ولادنا وما ينفعش يبقى كده. انما اللي حصل يا كابتن ان هو التدافق اللي حصل في المكان الصغير بتاع السلم هو اللي زود عمليه
المتوفيين، زودهم 44 واحد في الحته دي توفوا. واهم حاجه يعني يا استاذ طارق ان الجناه يتم الكشف عنهم، وهم اللي يلقوا ان شاء الله مصيرهم من القصاص العادل باذن الله، وان المظلومين والابرياء من ابناء بورسعيد يعني حاجات تحزن الحقيقه وقصر، يعني محتاجين ان هم كمان يستكملوا دراساتهم وامور كثيره. يعني مجموعه يعني كانت مفترض يسافروا، انما هم طبعا اتعمل لهم اذن عشان عندهم امتحانات في الدبلومات الفنيه وفي التجاره، وهم الوقت حاليا 5 أو 6 تنفار بيمتحنوا من المجموعه اللي كان مقبوض عليهم، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، لان مجموعه كبيره جدا، اطفال صغيره، مجموعه كبيره جدا مش هتطلع تموت الكم ده، مش هتطلع تعمل. وبعدين في بقى الكاميرات موجوده والمحاكمه موجوده، واللي عمل كده هياخد جزاء باذن الله. لو تطرقنا للامور دلوقتي في النادي المصري، انقاذ مصير الكيان، يعني اللجنه الخماسيه كانت دعت الجمعيه العموميه للانعقاد، ودعت لفتح باب الترشح للانتخابات باذن الله. يعني في اقاويل كثيره في هذا الموضوع، ولكن تصورك كابتن اينو لكل الجهود اللي بتبذل دي لانقاذ الكيان؟ ولازم بورسعيد كلهم يحطوا ايدهم في ايد بعض، عشان مش الخمسه اللي هم المجموعه اللي هي هتبقى اعضاء مجلس اداره. بورسعيد كلها لازم تلتف حوالين النادي المصري. النادي المصري ده تاريخ، ده كيان، حاجه غاليه جدا في بورسعيد. يعني ما يعرفش كده الا اللي عاش في بورسعيد. الناس في بورسعيد بتاكل كوره، بتتكلم كوره، بتتنفس كوره، بتنام كوره، العيشه على التجاره لكن الكوره يعني ممكن واحد مثلا يعمل مشكله عشان الكوره. فالكوره بالنسبه للشعب البورسعيدي او للراجل البورسعيدي او للفرد البورسعيدي حاجه اساسيه. مش عايز اقول اهم الاكل والشرب، مش عايز اقول اكون مبالغ يعني، لكن الكوره هي حياه النادي المصري، هو حياه بورسعيد. الشريان الرئيسي النادي المصري في بورسعيد. فالنهارده انا عشان اهد الصرح ده واهد الكيان ده، يبقى انا بهد بلد. بالظبط. حرام. احنا كلنا ان الجناه ياخدوا اشد عقوبه واحنا معاهم. بالظبط. لان انا ما اقبلش ان واحد يعمل لابني كده، لان اللي اتعمل له كده ده بمثابه ابني، واللي عمل كده لو انا ابني مخطئ يتحاكم وياخد جزاؤه، وجزاؤه باقصى عقوبه. كلنا مع القضاء، وقضاء مصر عادل ومش هيحابي طرف عن طرف، وهيحكم بما يرضي الله كالعاده. وان شاء الله الجاني ياخد مصيره باذن الله، يلقى مصيره ان شاء الله، وده اللي احنا بنتمناه يعني. ان شاء الله. احنا هنخرج مشاهدينا لاراء الجماهير حول اجراء الانتخابات، ولا يكون المجلس بالتعيين. ده كان من خلال وقفه احتجاجيه كانت يوم الجمعه الماضي، هنعرف منها اراء الجماهير. عودة كامل ابو علي من صالح النادي المصري، والنادي المصري مظلوم، ما عملش حاجه زي كده خالص. والنادي المصري اتفقت له التهمه دي بدون ما هو عمل اي حاجه، لان النادي المصري اخره خالص يلق طوبه في عربيه، يلق مش عارف ايه وهكذا، لكن نقتل احنا ما نقتل. اقول لكامل ابو علي ارجع يا كامل يا ابو علي وامسك النادي بتاعك ورجع الرياضه بتاعتنا زي ما كانت واحسن من الاول، لان راجل محبوب والجمهور بيحبه، وفي نفس الوقت في جماهير كبيره بتغير عليه يعني، وفي نفس الوقت راجل محترم يعني الناس كلها بتحترمه. اقول له خليك معانا لان انت الناس بتحبك، وفي نفس الوقت احنا عاوزينك لان النادي محتاجك في الاوقات ديت. كامل ابو علي راجل محترم، وراجل يعني احنا بنحترمه، بنحترم آراءه، واحنا كلنا بصراحه بنحبه يعني. هقول له بصراحة احنا محتاجينك، والنادي كله محتاج لك، وجماهير بورسعيد بتحبك، ويا ريت يعني ما يسيبش النادي ويمشي. فعلا محتاجينه، وفقدناه الايام دي كمان. يعني هو يعني دايما هو كان قريب مننا جدا جدا جدا، وكان قريب للنادي المصري اكتر واكتر، وكانت حياته كلها النادي المصري. النهارده لما كامل ابو علي يمشي بعيد عن المصري، يعني زي مصر مات، ما ينفعش. لازم يرجع لأهله ووطنه وحبايبه كلهم، هم كلهم النادي المصري، وكل شعب بورسعيد بيحب الحاج كامل ابو علي. شخصية محترمة وشخصية لها قيمة في المجتمع كله.
او معنى اصح في بورسعيد كلها لها قيمه جامده، فارجع، فاحنا عايزينك ومحتاجينك. وراجل الشعب بيحبه واللعيبه بتحبه، بس بقى الغيره بتاعت الناس هي اللي بتوقع الناس بعضها. انا بتمنى يعني ان احمد كامل ابو علي يرجع النادي، وبقول له يا استاذ كامل يعني المصري محتاجك في الظروف دي، فمستنيينك ترجع وتصدر قرار برجوعك للنادي المصري، حرصا على النادي المصري وحرصا انك من اهل بورسعيد. آراء جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد حول عودة كامل أبو علي وإجراء الانتخابات كما رصدناها من خلال برنامج المصروية. نعود سريعا لاستكمال باقي الفقرات مع المخرج أستاذ إسماعيل، فإلى هناك. ومعنا ومعكم الآن الأستاذ كامل أبو علي رئيس اللجنة الخماسية لإدارة النادي المصري على الهاتف. أهلا بيك معنا يا أستاذ كامل. ازيك يا مدام نادية؟ ازي صح؟ أهلا بيك يا فندم. بعمل لضيوفك الكرام الأستاذ طارق والكابتن اينو. شكرا ويعني أنا سعيد جدا إن أنا بتكلم معاكي مرة ثانية بعد مدة طويلة. صحيح، يعني احنا طبعا كان نفسنا يعني نفتح مع حضرتك امور كثيرة، ولكن يعني مش هعود للوراء كثيرا وهخلي اسئلتي في الصميم ومع طبيعة المرحلة واللي بتفرضه من احداث ومستجدات يا استاذ كامل. يعني الشارع البورسعيدي بيطالبك بالاستمرار في قيادتك للنادي المصري وانك تبقى معاه على الحلوة والمرة، فهل قررت او يعني حددت موقفك من مسألة الاستمرار مع النادي من عدمه؟ هو يعني انا بس بوضح حاجه في البدايه بالنسبه للموضوع ده. هو انا بالنسبه لي يمكن هو الموضوع مش موضوع يعني ان انا بتخلى على النادي وعلى جماهير النادي ولا اي شيء. هو ان انا بفضل في المرحله القادمه يكون في دم جديد، وانا موجود مع اي حد بمد له ايده في الفتره القادمه. وانا برضو بحب اقول حاجه، ان لحد يمكن 5 دقائق في التليفون بتاعكم كنا يعني شغال مع النادي وبامور النادي وتسيير الامور للوضع صعب. لكن انا بقول لك ان امبارح كنت قاعد مثلا مع مؤمن زكريا، وبعدين يمكن بقضي يمكن اسوأ فتره في حياتي، اللي هي ان انا دلوقتي يمكن بدل ما كنت بعمل عقود للاعبين عشان يستمروا في النادي المصري التجديد او اي شيء، دلوقتي التفكير كله ان احنا نركز على اعاره لاعبتنا لانديه اخرى. طبعا ده وضع صدقيني يعني صعب جدا عليا نفسيا، لكن مضطر ان انا اقوم بهذا العمل لانقاذ ما يمكن انقاذه في هذه المرحله. الحاجه الثانيه يعني احنا في مرحله بناء، احنا في مرحله يعني مش عارف اسميها ازاي يعني، بس هي مرحله صعبه ولا بد ان احنا اداره ازمه. يعني هي اداره ازمه بجميع كل المشاكل اللي فيها، سواء يعني تصعيدكم لملف للمحكمه الرياضيه الدوليه يعني عشان رفع العقوبات من عن النادي المصري، زي ما حضرتك اشرت ايضا ملف الاعارات وخلافه. يعني طبعا دي مرحله يعني صعبه جدا على اي شخص ومجلس اداره. يعني احنا كلنا الحمد لله بنشتغل مع بعض علشان نخفض هذه الازمه ونخرج باقل الخسائر. طيب ده هيخلينا نتكلم يا استاذ كامل عن الملف اللي تم رفعه للمحكمه الرياضيه الدوليه، وكنت اشرت حضرتك قبل كده في تصريحات للصحافه ووسائل الاعلام المختلفه ان في مفاجآت ممكن ترد الحق للنادي المصري. يعني في جديد في الموضوع ده يا استاذ كامل؟ هو الوقت يعني الشغل دلوقتي مع المحامي بتاعنا بره، واخر كانت مكالمه حتى كنت بتكلم مع الاستاذ عاطف مبروك فيها من حوالي يمكن يومين في هذا الموضوع، ووصلنا ان المحكمه الرياضيه بتحدد 3 محكمين، واحد من النادي المصري وواحد من اتحاد الكوره المصري وواحد من المحكمه. احنا اخترنا المحكم بتاعنا خلاص. مين يا استاذ كامل المحكم؟
لا المحكم ده اجنبي، انا ما احبش اقول الاسامي لان الناس كلها متخيله ان المحامي بتاعنا في سويسرا زي ما سمعنا في وسائل الاعلام، وكان في اتهامات ان الحضري هو اداني اسمه ده، لكن المحامي مش سويسري اصلا. مش سويسري، وسمعنا انه اوروبي، يعني ده هو صحيح؟ اوروبي طبعا في شك اوروبي. لكن يعني انا افضل يعني احتفظ بالاسم والجنسيه اللي بالنسبه لنا. يعني المحكمه مش مدخله النادي الاهلي طرف معانا. تمام. لان المشكله بيننا وبين اتحاد الكوره. بالظبط. المحكمه الرياضيه فهو اللي هيبقى اتحاد الكوره اكيد هيعين المحكم بتاعه. برضه هيكون اوروبي، وبعدين المحكمه الرياضيه في لوزان بتعين المحكم بتاعها، وبعدين الثلاثه بيقعدوا مع بعض مش يعني بالاخر بيصدروا قرار باغلبيه اللجنه. لكن انا بطمن الناس فيه ان موقفنا الحمد لله يعني كويس جدا، ما فيهوش اي مشاكل، وفي دلائل كتير جدا على صحه الموقف بتاعنا. واخر حاجه يمكن نقدر نقول ان المنتخب بتاعنا ما بيصعبش حتى يقدر يلعب في مصر مباراه. يعني طب انتوا ازاي والاحداث اللي قبل المباراه والاحداث اللي بعد المباراه بالزبط. يعني في حاجات كتير جدا لصالحنا، والدوسي الحمد لله يعني كان قوي جدا. واقول لك برضه يمكن الاستئناف نفسه بتقدم في ورقتين، لكن المحامي بتاعنا قدم الاستئناف من 30 ورقه. يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله مستر ممكن طبعا كابتن اينو عايز يوجه لحضرتك سؤال يا كابتن. اتفضل يا كابتن اينو. مستر كامل بعد اذن حضرتك يعني اذا اذنت لي اتكلم مع حضرتك يعني. طبعا يا كابتن، انت نجم كبير ويعني خيرك علينا كلنا يا كابتن. ميرسي جدا يا مستر كامل. انت حضرتك قلت كلام عجبني وفي كلام ما عجبنيش. اتفضل يا كابتن. الكلام اللي عجبني ان انت حضرتك طبعا جبت محامي اوروبي وجبت اعضاء مجلس اداره استاذ عاطف مبروك، وبتتناقش سعادتك في المشكله، لان انت الوحيد اللي هتعرف تطلع من النادي المصري في الازمه دي. الكلام اللي ما عجبنيش ان حضرتك بتقول ان انا اقعد بره واساعد من بره. ده حاجه طبعا انا شخصيا كاينو وكلاعب في النادي المصري سابق ما اقبلش ان حضرتك تبعد في الوقت ده، لان جمهور بورسعيد زي ما حضرتك شفت التقرير او حضرتك تعلم جيدا ان جمهور بورسعيد بيحبك ومحتاج لك، وانت حضرتك اصلح رجل مع احترامي لكل الناس لهذه المهمه حتى نعدي عنق الزجاجه، وبعدين يبقى احنا متشكرين من سعادتك يا مستر كامل. حضرتك عملت اللي عليك وزياده، لكن ما تسيبناش في الفتره دي، لان كل بورسعيد حط امل عليك، لان انت سعادتك واحنا والناس عارفه ان بورسعيد مظلومه. اكتر واحد يحس بالمرحله دي حضرتك، فاحنا بنرجو معاليك ان انت ما تسيبش النادي المصري في الفتره دي. حتى لو انا مع احترامي للناس هبقى الرئيس، هخش مش هبقى عارف حاجه وهخش هتلاقي الدنيا مش كويسه قدامي لكن انت حضرتك عندك سعه افق وسعه صدر وعلاقات عاليه وامكانيات عاليه، فدي حاجه تبسطني وتبسط البورسعيديه من سعادتك ان انت تعدي بالنادي المصري المرحله دي، وان شاء الله ربنا يوفقك، لان انت تعلم واحنا كجماهير النادي المصري وكلاعيبه قدامى وكمصر يعلموا ان النادي المصري مظلوم في الفتره دي، فاحنا بنرجو من حضرتك ما تسيبناش بعد اذنك. بص يا كابتن هينو، انا هحاول ارد عليك في ايجاز سريع جدا. بالنسبه للملف الدولي انا اخده على عاتقي، وده التحدي بتاعي وانا مسؤول عن هذا من A to Z. يعني هذا الملف انا لو سبت النادي، هذا الملف مسؤوليتي الشخصيه ومتكفل بيه ان انا نطلع بيه لبر الامان ان شاء الله. يعني ده عشان الناس تطمن ان مش هاجي اقول يا جماعه خلاص والجديد بعد كده هستلم. لا، انا كلامك صح 100%، ان اي شخص هيجي دلوقتي مش هيكون فاهم كل اللي تم، لكن انا بطمن ان انا هذا الملف متوليه من الالف للياء. تمام. يعني مفيش مشكله خالص بالنسبه لهذا الموضوع، وبطمن الناس كلها. لكن انا احب يعني دلوقتي في الفتره ديت نتكلم ايه اللي النادي المصري ممكن يعمله في خلال هذا العام بالنسبه لان هو مش مشارك في الدوري. اولا دلوقتي احنا الحمد لله عندنا ملعبين غير الملعب في الاستاد. تمام. المطلوب دلوقتي ده وجهه نظر واحد من الناس اللي بيحبوا ان هذا النادي وعايزين الخير لهذا البلد. المدرج الشرقي بالكامل
ان لابد يكون في ناس جريئه جدا في هذه المرحله علشان نقول احنا عاوزين ننمي موارد هذا النادي بطريقه عمليه وطريقه ثابته. لابد ان هذا المدرج بالكامل انه يتهد ايوه، ويتاخد المنطقه بتاعته بالمنطقه اللي قدامه لعمل مول تجاري كبير جدا على مستوى كبير زي اللي موجود في القاهره وموجود في اي مكان في العالم. وده محتاج كل الناس في بورسعيد وبالذات اعضاء مجلس الشعب المحترمين والسيد المحافظ طبعا على راس كل الناس دي كلها، وانا واحد منهم، ان احنا اقامه هذا المشروع وتنفيذه في خلال 18 شهر من الان، وده ممكن يتعمل. بس انا بقول لك يعني ده حسب الدراسه اللي انا عملتها، ده ممكن يوفر للنادي المصري ويدخل له دخل ثابت كل عام من 35 الى 40 مليون جنيه. كل عام؟ كل عام. والدراسه موجوده عندي وممكن تجيلي برسومات دلوقتي وكل شيء، يعني تبقى حاجه كبيره جدا. و بس محتاجه السيد المحافظ طبعا مع اعضاء مجلس الشعب، محتاجه شويه قرارات جريئه جدا. صحيح. ونبدا نخش في هذا الموضوع عشان يتعمل. طب استاذ كامل حضرتك دلوقتي انت عايز تعمل المشروع ده، والمشروع ده انت عملت له دراسه جدوى. انا عاوز النادي اللي يعمله. ماشي، انت حضرتك عملت له دراسه جدوى والمشروع ده انت متكلف بيه زي ما حضرتك بتقول. لا مش متكلف بيه، يعني انا ازاي عشان يكون الموضوع ده محتاج المحافظه والدوله يساعدونا في هذا الموضوع، وده سهل جدا. طيب المحافظه استاذ كامل، المحافظه والدوله يساعدوك. طب انت ازاي حضرتك مش عايز تاخد الانتخابات وانت عايز تنفذ هذا المشروع؟ انا بحب النادي، انا ما هو الشرط لازم رئيس النادي هو اللي يقوم بكل حاجه. لا، ممكن اي حد من مشجعي النادي، من اي حد من انا واحد من الناس بدور على مصلحه النادي بتاعي. طب نقدر نقول يعني ده مشروع. الحاجه الثانيه الاهتمام كبير جدا في هذه المرحله في هذا العام بالناشئين، وعمل فعلا عندنا وقت بقى للشغل اهو، هيبقى في وقت. لا مجلس ده جاي عنده وقت ان هو يفكر جديا في الناشئين ورفع الكفاءه والبحث عن العناصر الشابه الصغيره موهوبه. نقدر نقول اكاديميه يعني للموهوبين. كل الاكاديميه برضه نتقدم بعد كده. الاكاديميه ده حاجه. أيوة. لكن زي ما احنا ما جبنا حسام حسن وجبنا شرويده وجبنا داوودة وجبنا كل الولاد الصغيرين اللي هم النهارده والشناوي اللي هم لابد ان يحصل فيه بحث وعمل جيد داخل تنشيط الجمهوريه كلها في الفتره دي، لان عندنا وقت نعمله باذن الله. كمان مستر كامل، يعني في حديث كان حضرتك كنت يعني حطيت اللبنه الاولى لمساله الشركه المساهمه، وكنا سمعنا الشركه المساهمه بقى. الشركه المساهمه دي انا جاي لها دلوقتي. احنا كنا سابقين الناس كلها في موضوع الاحتراف في الموضوع ده، والنهارده هم بينادوا بهذا الكلام. لكن انا مش عاوز تتهم الشركه انها بتاعت كامل ابو علي. كامل ابو علي يعتبر واحد ومتنازل عن الاسهم كلها لصالح النادي. بقول لك من دلوقتي متنازل لا على الاسهم كلها لصالح النادي، مفيش اي مشكله. لكن النهارده زي ما بتحصل في كل دول العالم الانديه المحترمه، ان يحصل في لنا كذا اتجاه في افريقيا. يعني النادي المصري لابد ان يكون ليه اكتر من لاعب موجود في الدوري المصري او في الدوري الاوروبي، وده باستقطاب عدد كبير جدا من اللاعبين الناشئين الموهوبين في افريقيا، ومثلا يكون العدد مثلا 10 اللي هم تحت السن، ودول يكونوا الذخيره التمويليه للنادي بعد كده في المرحله القادمه. يعني انا شايفه انها تصورات عظيمه يا استاذ كامل، يعني تستلزم وجود حضرتك فعلا لتنفيذها، يعني استاذ كامل بدون تحيز الحقيقه. والله استاذ كامل ده اساعد فيه. استاذ كامل يا استاذ كامل، اتفضل يا طارق. يعني دلوقتي حضرتك اخدت قرار خلاص نهائي بعدم خوضك للانتخابات؟ بص يا طارق، عشان الناس اللي قال واللي يعيدوا ده والناس ما تزايدش على هذا الكلام، تمام، تتوافر فيها بالكامل كل الصفات لتأدية الدخول في الانتخابات. لكن انا يا جماعه تعبت، عاوز اخد سنه
ارتاح فيها شويه، اخد سنه ارتاح فيها شويه. انا والله العظيم من امبارح الصبح من الساعه 10 للساعه 4 الظهر شغال في مواعيد كلها للنادي. يمكن طارق عندك ويعرف هذا الكلام كويس جدا. بالظبط، ملفات اللعيبه يعني الناس يعني. بس الناس ما بحبش انا اقول البرنامج بتاع اليومي غير التليفونات غير ده غير ده غير ده. ربنا يكرمك. طب استاذ كامل بعد اذنك انا عندي اقتراح لحضرتك. اتفضل. استاذ كامل ممكن حضرتك تستمر معانا السنه دي نقف على رجلينا وبعد كده نقول لك متشكرين مش هنطلب منك تاني النادي؟ يعني عايزين بس حضرتك تكون متواجد معانا السنه ديت بحيث نتابع الملف وبحيث نتابع اعاره اللاعبين وعودتهم مره اخرى للنادي المصري وتتابع حضرتك المشروع اللي انت عايز تعمله. وبعد كده استاذ كامل وعد مش هنقول لك محتاجينك للنادي المصري مره اخرى. لما تاخدني في الوقت الصعب اللي بعد كده. يعني السنه دي هي السنه ما هو ده اصعب وقت يا استاذ كامل للنادي المصري، يعني هو الوقت ده هو اصعب وقت. هي السنه اللي جايه دي اسهل سنه. انا بقول لك بالنسبه لاعاره اللاعبين اطمئن جدا وحابب اطمئن الناس. امبارح مثلا كنت قاعد مع مؤمن زكريا وقبل كده مع حسام حسن وكل اللاعبين يا مدام انا اللاعبين زي محمود عبد الحكيم وزي عصام عبد العاطي مضوا معايا على بياض. صحيح. على بياض للنادي. مؤمن زكريا قال لي انا عاوز اطلع سنه واحده بس. طب اخر كلام يا استاذ كامل الشناوي فين؟ الشناوي هو اللي بيقرر هذا يعني يعني لو جال عن ما غيرناش الاسلوب للناس الاول. يعني احنا سمعنا دلوقتي ان في حاجه ثانيه غير الزمالك، هل الكلام ده مظبوط؟ على حسب علمي. على حسب علمي يمكن في حاجه ما اعرفهاش لكن انا ما اعرفش بصراحه. يعني اخر حاجه الزمالك. هو الزمالك هو العرض الوقت اللي قدامنا ويمكن في عرض اوروبي يمكن في عرض بعد لندن يعني الله اعلم. مؤمن زكريا انبي خلاص؟ بنسبه كبيره لكن برضه مش 100% اكيد، ده متوقف برضه على قدرات انبي الماديه. حسام حسن؟ برضه الزمالك لكن برضه ما احنا عارفين ان الزمالك بيمر بفتره صعبه كل شيء ممكن يتغير. استاذ كامل اخيرا معلش هنطلع على حضرتك، احنا بس عايزين حضرتك تفكر مره اخرى وما تسيبش النادي المصري وجماهير النادي المصري وهنسيب حضرتك تفكر. بص يا طارق انا هنسيب حضرتك تفكر. استاذ كامل اتفضل. انا بقول لك انا بالنسبه لهذا الملف في النادي يعني ده انا مسؤول عنه 100%، مفيش اي مشكله خالص. بالتاكيد احنا ما عندناش شك في ده يا استاذ كامل، بس احنا عايزين وعد من حضرتك. يعني بالتاكيد في تساؤلات بتدور في اذهان كثير من جماهير النادي المصري، عايزين وعد من حضرتك انك تكون ضيفنا في الحلقه القادمه ان شاء الله في المصرية وتبقى حلقه مصارحه ومكاشفه ومن القلب لجماهير النادي المصري ان شاء الله. بعدين انا عاوز بس اقول كلمه والنبي. اتفضل يا فندم. الناس اللي بتزايد على كل شيء يعني بالراحه عليا شويه والنبي. يعني انا ما عنديش ما عارفين كويس جدا ان انا ساعه ما دخلت النادي ودايما كل يوم عايش في اشاعات وعايش في حاجات وقصص. انا مش يعني الواحد خلاص كبرنا على الحاجات دي كلها. يعني هل بتستشعر ان في يعني امور نقدر نقول ايه يعني بتحاك يعني عايزين تفسير من حضرتك للامر يعني؟ هم لما يحبوا يسالوني على طول مباشره. يعني طارق هاشم وعندك هو ما بيحب حاجه بيقول انا سمعت كذا بقول له طارق انا بعمل كذا وكذا ايه رايك؟ ما بيقوليش بنصحح على المعلومه عشان كل حاجه توصل صح. لكن الافتراءات مش عاوزين افتراءات. كفايه جدا كده النادي مش محتاج الامور مش متحمله مش مستحمله. وبعدين يعني صدقيني الناس هتعرف قيمه الشغل اللي اتعمل الفتره دي اللي بعد الاحداث دي وعاره اللاعبين والحاجات دي كلها هيعرفوا قيمتها بعد 6-7 شهور باذن الله. يفصل لك هذا الكلام اكتر مني ان شاء الله. واحنا برضو يعني بندعو حضرتك للمره الثانيه ان شاء الله تكون ضيفنا ان شاء الله اذا كان الحلقه الجايه او الوقت اللي يناسب حضرتك ان شاء الله. وكل ما يدور في خاطر المشاهدين وجماهير النادي المصري ان شاء الله حضرتك ترد عليه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ كامل. شكرا جزيلا. النقطه الاخيره اللي اتكلم فيها الاستاذ كامل اللي هو مش عايز مزايدات ومش عايز بيرد فيها على بعض الناس اللي هم بيحاولوا يدمروا النادي المصري. بمعنى ايه؟ في بعض الامور يا كابتن اينو وحضرتك طبعا انت راجل كنت كابتن النادي المصري مع الراحل مسعد نور الله يرحمه وعارف الكلام اللي انا بقوله كويس. في بعض الناس بتحاول تجتمع في الحجر المظلمه واحنا مش هنذكر اسامي.
الناس ديت بتحاول تكون حاجات وبتعمل حاجات وعايز تعمل حاجات، وكل واحد عايز يعني يبقى هو ابو علي او سبع البرومبا او هو لا ابو علي معروف مين ابو علي شجاع السيما او حاجات زي كده، وهم للاسف مش هيقدروا يصرفوا على حاجات معينه. يعني احنا مش عايزين برضو نتهم الناس. بص حضرتك احنا مش بنتهم جزافا، ولكن زي ما استاذ كامل ابو علي قال اولا انا ما بذكرش المصارحه، يعني ما بذكرش اسامي حد، انك بتتصل بيه وتعرف منه الحقائق هم عارفين نفسهم كويس. الناس اللي عايزه تدمر النادي المصري عارفه نفسها كويس. البورسعيديه ذات نفسهم الجماهير عارفه مين هم، عارفه مين اللي بيجي هنا وعايز يدمر النادي وعايز يتكلم كلام واتهامات جزافا يعني على الناس. احنا ما نقدرش يبقى في اقصاء لاحد ولا تكميم افواه ولا لازم الراجل ده الراي والحجه يرد عليها بالحجه وبالراي. هقول لحضرتك على حاجه وبالحقائق. احنا لا بندافع عن استاذ كامل ولا بندافع عن احنا النادي المصري الكيان، النادي المصري هو النادي المصري الكيان بورسعيد والنادي المصري. الراجل ده انا اختلفت معاه، الراحل متولي انا اختلفت معاه ومجلس ادارته ومجلس استاذ كامل ومجلس استاذ الحاج عبد الوهاب قوطه. الحاج عبد الوهاب قوطه كان في مكالمه بينه وبينه قال لي يا طارق لا يصلح لهذا التوقيت الا كامل ابو علي. في بعض الناس اللي بيجتمعوا يا كابتن اينو في الحجر المظلمه كده، هم عارفين نفسهم 10 تنفار عايزين يعملوا حاجات على هواهم هم. الكلام ده مش هيحصل لان في مشكله. يعني النهارده انا كنت قاعد برضو مع الاستاذ شريف عبد اللطيف اللي هو كان عضو مجلس الرئاسه، قال لي كلمه انا بصراحه عايز انقلها. لازم البورسعيديه يكون فيهم مجلس حكماء لصالح النادي المصري. لازم يكون في مجلس حكماء. طب ما دي فكره عظيمه جدا. لازم في الناس تقعد ويشوفوا، لان مش عايزين نبقى زي يعني انا حزين جدا النادي الاسماعيلي، حزين جدا نادي الاتحاد. بالظبط. النادي الزمالك ما فيهوش فلوس عشان يجيب الشناوي وحسام حسن. هل احنا هنبقى كده في المرحله الجايه؟ احنا عايزين نبقى كويسين، عايزين لما نيجي نرجع يا كابتن اينو نرجع للنادي المصري يبقى فيه يعني حد يشيلنا. اقول لحضرتك على حاجه، الانديه الشعبيه دي تركه تقيله قوي، مش اي حد يشيلها. انا النهارده ممكن اخش انتخابات النادي المصري بالظبط واكسب رئاسه النادي المصري، بعد كده اقعد احط ايدي على خدي. لكن دي عايزه واحد عنتر شايل سيفه، عايزه واحد يعني مش عايز اقول لفظ كده كانوا بيقولوه يا قادر يا فاجر. الانديه الشعبيه كده، لان انت بتتعرضي. شوفي يعني واحد زي مستر كامل ده، على فكره انا مستر كامل ماليش علاقه بيه الا ازيك يعني برضو عشان الناس تحسم الامور كويس قوي يعني. تمام. لكن برغم اللي هو بيعمله ده وبيتهاجم بالظبط. انت ما تاخديش من بق حد، خدي من بق اللاعبين. كل اللاعبين عايزه تيجي النادي المصري بالظبط. دليل النادي المصري كويس. النادي المصري مع احترامنا للبورسعيديه كلهم متمثل في صوره كامل ابو علي. فالنهارده انت بتبقي في السوق، سوق اللاعبين. اللعيبه بتهرب من النادي المصري عشان النادي المصري ما بيديش حقوق اللعيبه. النادي المصري مش كويس، النادي المصري نصاب. النهارده انت رجع النادي المصري بالظبط، الناس كلها عايزه تروح النادي المصري بالظبط. يعني الناس كلها عايزه تروح النادي المصري، فدي بتبقى تركه تقيله قوي 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 على اللي شايلها. صحيح. فالنهارده يعني هو مع احترامنا لمستر كامل، انا لو منه اهرب واجري بصراحه. وقت، اعصاب، ضغوط، مال، صحه، ما كل ده بيأثر على الصحه. ولكن احنا برضو كلنا امل وعشم ان الناس تساعده. يعني انا سامع ان بيقول الناس بتفتري عليك على ايه؟ انت راجل مضيع وقتك، مضيع صحتك، ومضيع بيتك. ما هنا يعني هل في يعني اختلاف في وجهات النظر ممكن تكون مفهومه غلط؟ يعني مثلا هم عايزين يطرحوا افكار معينه وابدوا تمسكهم باستاذ كامل ابو علي، ولكن مع بعض الافكار مثلا اللي عايزين يطرحوها في سوء تفاهم معين ولا استاذه ناديه؟ النادي المصري مفتوح 24 ساعه. في مدير تنفيذي موجود في النادي اسمه حسن كامل قائم بالاعمال، في موظفين، في اي حد عنده اي اقتراح اهلا وسهلا بالنادي. يقدم ورقه يقول انا عايز كذا، يتعرض على مجلس اداره الموجود حاليا، يجي ويقدم اقتراح. تمام. النهارده احنا اقسم لك بالله واحنا على اهو، وانا بقسم لك بالله ما في مصلحه بيننا وبين لا كامل ولا غير كامل ولا مجلس كامل ولا انا عن نفسي كشخصيا انا اختلفت مع كل مجالس اداره بحكم شغلي وبحكم عملي وبحكم ان انا صاحب جريده وعندي جريده وبحكم ان انا ناقد في التلفزيون وحاجات من هذا القبيل. انما النهارده ما ينفعش. النهارده اي كابتن اينو عامل لعبه كويسه وعامل اوفر واللعيب جايب جون زي ما اتفرجنا على الاهداف بتاعته، واجي اقوم متهم لا انت المفروض كنت تحطها. طب ما انا جبتها جون، ما انا لعبتها المصاب الدهب وبالدهب حطها جون. اتهمك ازاي؟ اتهمك بقى لو الكره دي طلعت اوت؟ لا استنى علينا النهارده انا علمت من مصادر الخاصه، هو ما بيتكلمش عن فلوس. النهارده وفر 33 مليون جنيه، وده
ده انفراد ليكم انتوا للقناه. 33 مليون جنيه للنادي المصري. بمعنى ايه؟ اللعيبه دي كلها كابتن اينو الاتحاد الدولي بعت قال العقود تسدد من خلال الانديه. هو لما عار اللعيبه دي وفر 20 مليون جنيه للنادي المصري بالظبط، ودخل 13 مليون جنيه ثمن الاعراض دي للنادي المصري، يبقى وفر 33 مليون. النهارده ال 33 مليون جنيه دول هو وفرهم للنادي. مين هيعمل كده؟ ده غير التبرع بال 50 مليون ده قبل كده. غير كده كمان لسه في الشناوي بره. الشناوي على الاقل لما هيجي يروح هيدخل النادي المصري برده مليون ولا 2 مليون. في حسام حسن، في لسه مؤمن زكريا، فهيدخل له على الاقل بتاع حوالي 15 18 مليون جنيه من الاعراض اللعيبه دي كموسم اللي هو قال عليه التجميد للموسم الجاي. لان فعلا النهارده انا لو انا لعبت كالنادي المصري، مين فندق هيرضى يستقبلني في الفتره اللي جايه دي؟ مين اتوبيس هيطلع يوصلنا؟ الجمهور هيقابلنا ازاي؟ فهو الراجل فكر مع مجلس الاداره مع بعض الناس الموجودين في بورسعيد برضو، قال لك السنه دي يبقى في تجميد، والسنه اللي بعدها ان شاء الله بعد المحكمه الرياضيه ما تحكم نلعب. النهارده تعالي طيب هو وفر هذه المبالغ الماليه من اللعيبه، بدل ما اللعيب ياخد هستفيد منه. استفدت منه يا كابتن. ما هو النهارده انا هتاخد. ما هي اللعيبه ده كابتن الاتحاد الدولي بعت خطاب للاتحاد المصري قال فيه ان انتم ملتزمين تسددوا بقيه عقودكم للعيبه. طب اللعيبه خدت 50% بقى 50%، ال 50% التانيين عاملين للنادي المصري اللعيبه 20 مليون. يعني حلول الاعاره حلول بديهيه اساسا، حلول بديهيه، وفي نفس الوقت دخلت للنادي المصري مبالغ ماليه، وفي نفس الوقت اللعيب وقع على موسم جديد صحيح للنادي المصري. صحيح. يعني هو قال، هو دلوقتي في وسط كلامه قال كلام انا اول مره اسمعه، اللي هو في لعيبه وقعت معاه على بياض. محمود عبد الحكيم. انت لو خدت بالك من كلامه اخد بالك قال نفس الكلام. انا اختلفت مع الاستاذ كامل ابو علي في 2 3 لعيبه، وكان في بيننا وبين بعض مصانع الحداد، واختلفت معاه في مدربين جابها زي علاء ميهوب، زي محمد حلمي، زي كذا مدرب جاب، اختلفت معاه فيهم، قلت له لا انا ضد الكلام ده موجود ومسجل. اختلفت ما اختلفتش، بس النهارده هو عمل حاجه كويسه، ولكن في امور صحيح في أمور لا يختلف عليها اثنين، لا يختلف عليها اثنين. فالنهارده انا بقول للبورسعيديه كلهم تعالوا نحط ايدنا في ايد بعض يا كابتن اينو، تعالى نعمل قعده مصالحه لصالح بورسعيد. تمام، ده السؤال اللي كنت هتوجه بيه لكابتن اينو، مبادرات الصلح، وشايف الامل فيها ازاي يا كابتن اينو؟ هو السؤال ده ممكن نخرج منه بسؤال او باجابه فرعيه بسيطه كده. النادي المصري ينقصه حاجتين: لجنه حكماء، ودي من كبار الشخصيات في بورسعيد وما اكثرهم تمام وما احسنهم. ان راجل مش هجيب بقى اينو وطارق واروح بقى جامل، لا ده راجل حكيم. وما اكثرهم في بورسعيد الحكماء. في ناس كتير يعني مش عايز اقول اسم ولا حد عشان ما حدش، لكن في ناس حكماء دي اللي يحتكم اليها في الحاجات اللي زي دي. حلو قوي. دي لجنه حكماء ولجنه يعني زي ايه؟ كوره، لجنه كوره، لجنه كوره مختصه. ان النادي المصري مثلا النهارده ناقصه كذا، ناقصه لعيب كذا، يبتدي الناس تدور. يعني هم دول حاجتين ناقصين النادي المصري. كابتن واستسمحك برضه نحط فيهم لجنه كمان، لجنه لقطاع الناشئين، لان احنا عندنا في بورسعيد موهوبين كويسين جدا وبيطلعوا. النهارده النادي الاهلي اللي الناس مش عارفاه، عندنا 4 لاعيبه من ناشئين في النادي الاهلي ومن احسن اللعيبه. بالظبط. يعني غير الامور الهيكليه في النادي، مبادرات الصلح دلوقتي والازمه اللي بيمر بيها النادي مع النادي الاهلي والانديه الاخرى، يعني وضع النادي هيبقى عامل ازاي؟ لازم النادي المصري، ولازم وانا يمكن لمت قبل كده على مستر كامل في احدى البرامج ان لازم يروح النادي الاهلي، ولازم يبقى فيه هو واعضاء مجلس اداره مبادرات صلح. وانا وجهت رسالتي للنادي الاهلي بحكم العلاقه الطيبه اللي بيني وبينهم، يعني وانا ابني لعيب في النادي الاهلي. التسامح شيمه الناس الكبار وشيمه الناس المحترمين ولصالح مصر يا كابتن. واحنا في مرحله صحيح. يعني هي ازمه كانت بتستهدف مصر كلها، لصالح مصر هي فتنه يعني. احنا في مرحله ما اكتر الفتن بيننا وبين بعض، ما اكتر الفتن. فالنهارده اما انا اعفو ده ابقى انا راجل محترم وابقى انا راجل كبير واعي الموقف كله. أكيد. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعفو عليه الصلاه والسلام. اكيد. فلازم يبقى في مرحله كويسه لينا، لازم يكون. وبعدين كمان لما يجي كمان رئيس جمهوريه لازم كلنا نحط ايدنا في ايد بعض عشان نرفع مصر بقى، لان عدونا برضو زي ما قلنا قبل كده موجود قاعدنا متربص لنا على الحدود. فاحنا عايزين ننهض بمصر. صحيح. وكل المهاترات دي بقى نخلص منها باذن الله. كابتن اينو بالظبط، تعبنا صراحه، تعبنا. كلمه اخيره لحضرتك اتفضل. بقول لجمهور مصر والشعب مصر احنا تعبنا.
وزهقنا وملينا مشاكل معاه. احنا بقالنا الثوره دي لما قامت حاجه جميله جدا والمفروض ناخد ثمارها. صحيح. احنا ما خدناش ثمارها، احنا سايبين ثمارها هيروح للناس واحنا قاعدين نهادي. هيروح لانهي ناس؟ لا ان شاء الله هيبقى الاهل مصر يعني. لا هيروح لانهي ناس؟ احنا سايب، لا ما احنا قاعدين نتخانق. أيوه. في مجلس الشورى، في مجلس الشعب، في رئاسه الجمهوريه، في انديه، قاعدين نتخانق مع بعض وسايبين الثمار ده هيبعد عن ايدينا. صحيح. احنا المفروض احنا تعبانين وبقالنا في زمن و50 سنه احنا تعبانين ولا 60 سنه. فاحنا جه فتره الجايه دي ان احنا نرتاح. يا سلام لو السلام يعم علينا والخير يعم علينا وكلنا نبقى ناس راضيين ومقتنعين ونحب بعض، ان شاء الله تبقى كل حاجه ان شاء الله. كلمه اخيره يا استاذ طارق. انا عايز كل البورسعيديه يحطوا ايدهم في ايد بعض ويحبوا بعض، عشان خاطر احنا يعني بلدنا المرحله اللي فاتت دي كانت مستهدفه، فانا عايزهم يحطوا ايدهم في ايد بعض ويصالحوا بعض، وفي نفس الوقت لصالح النادي المصري وصالح بورسعيد. وفي كمان كان في اقتراح كده كنت انا مقدمه لسياده المحافظ ان شاء الله اللي هو احمد عبد الله، ان شاء الله في المرحله الجايه اللي هو في ارض قدام احدى الفنادق قدام مديريه الامن في بورسعيد. المول ده مول كبير جدا لغايه دلوقتي غير مستغل يعني. المول ده حته كبيره جدا جميل جدا ومبني على تراث جميل وفي كمان حوالين يعني منه الارض الفاضيه دي. فانا عملت دراسه جدوى لهذا المول وصورته. ويعني انا عن شخص انا يعني اعوذ بالله من كلمه انا هقدمه كواحد بورسعيدي وكعضو جمعيه عموميه للنادي المصري لسياده المحافظ ان هذا المكان يتم تخصيصه للنادي المصري في المرحله الجايه، لان مش هنفضل بقى كل شويه نشوف بقى مصادر للتمويل وزي الافكار بتاعت وتيجي شركات كبيره جدا تيجي ويرسل عليها العطا ويتعمل مول ويتعمل نادي. دي الارض يا استاذ طارق اهي على الشاشه دلوقتي اللي بتتكلم عنها، وده المول اللي لم يستغل حتى الان. هذا المكان لازم يبقى باسم النادي المصري ويبقى فرع تاني النادي المصري، ويبقى في حاجه اسمها نادي اجتماعي في مول كبير حوالين منه يتعمل محلات كبيره جدا، محلات يعني في محلات جميل يعني افكار كتير محلات هايله. بس احنا يعني ده هنعرضه على اعضاء مجلس الشعب وسياده المحافظ دي الموافقه باسم النادي المصري ودخل انا عندي امل كبير والله بكل هذه الافكار. ان شاء الله هنطلع من هذا المأزق. بنشكرك استاذ طارق هاشم رئيس تحرير جريده الجمهوريه جمهور بورسعيد، وبنشكرك كابتن اينو نجم النادي المصري السابق ونائب رئيس منطقه حلوان لكره القدم. شكرا جزيلا ليك. احنا بنشكر حضرتك ونتمنى نكون ضيوف خفاف على الناس. لا اكيد طبعا، وكانت حلقه ممتعه انا متاكده للمشاهدين باذن الله، واحنا متفائلين باذن الله خير باذن الله. بنشكركم مشاهدينا وبحيي فريق العمل، وان شاء الله بنوعدكم بحلقه